تعالوا هنا اكلمكم عن اكتر ولد قليل ادب كورة ممكن عينيكوا تشوفه في حياتكم. مش عايزين نقول ان هو برازيلي او الكلام ده، لا، ده لعيب مصري 2013. اتفرجوا على الاستلام والتسليم، اتفرجوا على التحرك بالكورة، متعوا عينيكم بالولد ده. انا مش حابب افضل اطول عليكم في الكلام، انا عايزك بس تمتع عينك. انا بس عايز كمان اوصل معلومه صغيره. بص، الولد بيحرك الملعب كله، الولد بيحرك الملعب كله. ده واحد. اتنين، اللي بيلعبوا قدامه دول 2012 و11. تلاتة، الناس كلها بتخاف تدخل على الولد. لو تاخدوا بالكم اللاعب واقف قدامه خايف يدخل عليه. بص هنا، هما خايفين يقربوا منه لان الولد له اكتر من فيديو. يعني مش قادر اقول لكم بياكل على قفا اي لاعب عيش. طبعا الولد النهارده اتشهر جدا على جميع منصات التواصل الاجتماعي على مستوى مصر وبره مصر. ده اللاعب اللي اسمه يوسف. بس الفيديو ده اول مرة النهاردة احنا نعرضه وننزله له، غير الفيديوهات التانية اللي احنا نزلناها على الصفحات التانية. دي لسه صفحة جديدة معمولة. معظم الفيديوهات اللي هتنزل عليها هتبقى للاعب ده ولاخوه. اخوه لاعب 2017 موهوب جدا، عنده موهبة جامدة جدا. هما الاتنين ما شاء الله يعني. فعايزكم الايام الجاية تتابعوا الصفحة بتاعتنا كويس وتشوفوا ان احنا عندنا قد ايه لعيبة جامدة جدا وعندها الموهبة. بصوا وعندهم التحكم في الكورة بجميع الطرق وبجميع الاشكال المختلفة. اهو احنا هنا مشكلتنا في مصر دايما بندور على بتوع بره مصر، لكن عمرنا ما دورنا على ولادنا، عمرنا ما دورنا على ولادنا. اتفرج ومتع عينك بلاعب 2013 يعني محمود عبد الحكيم، يعني كابتن محمود الخطيب، يعني اقول ايه بس، محمد صلاح. احنا لخصنا كل الكلام في الولد ده. طيب هنسيبنا بقى من نجوم مصر. انا بفرجكم على موهبة مصرية بخامة برازيلية. متع عينك، متع عينك، شوف الولد بيحرك الملعب كله باسلوب عامل ازاي. متع عينك، اتفرج على لعيبة الكرة اللي بجد. مع العلم اللاعب ده النهاردة شركات كتيرة جدا من بره مصر، اتفرجوا هيعمل ايه هنا، اتفرجوا من بره مصر ومن داخل مصر واندية كبيرة جدا، دوري ممتاز وممتاز ب، مكلمينا على الولا. ولكن احنا لحد الان ما خدناش قرار. احنا بنشوف ايه الافضل والانسب للولد ده وهنعمله علشان يبقى قدام ربنا احنا مرضيين ان احنا راضينا عيل زي ده على الموهبة اللي ربنا اداها له.